ازيكم؟ كتير مننا احنا بنصمم مطبخ الشقه ما بنبقاش عارفين ناخد بالنا من ايه كويس واحنا بنوزع الاجهزه الكهربائيه وكمان وحدات التخزين. الفيديو ده هقول لك على شويه معلومات وتريكات هتفيدك بدون اي مقدمات كتير. يلا نبدا بالانترو. لو عندك باب في المطبخ يا ريت ما يبقاش اتجاه فتحه الباب على وحدات التخزين علشان ما يعملش اعاقه طبعا للدخول. خلي اتجاه فتحه الباب على حيطه ما يكونش عليها وحدات تخزين، ده طبعا هيكون مناسب اكتر ليك. يا ريت برضه لو انت حاطط الثلاجه بعد الباب على طول، الاحسن طبعا فتحه الباب ما تكونش في نفس اتجاه فتحه باب الثلاجه، علشان لو انا بفتح باب المطبخ من بره وفي حد جوه فاتح باب الثلاجه طبعا هيحصل مشكله. يا ريت برضه وحدات التخزين اللي جنب الحيطه ما تكونش لازقه على طول فيها، علشان وقتها وش الدرج مش هيفتح باريحيه ولا كمان الضلفه. احنا بنسيب حوالي 5 سم وبعد كده بنحط وحدات التخزين، علشان الحته دي ما تلمش تراب ولا حشرات بنحط سداده من نفس نوع خامه المطبخ، طبعا كان خشب او كان الموتيل. اهم حاجه بقى يا ريت محدش يعملها فعلا انك تحط البوتاجاز في اول مدخل المطبخ، حتى لو انت مضطر، عشان دي كارثه بجد. خلي البوتاجاز في نص المطبخ او في الاخر خالص. لو انت عندك المطبخ على شكل حرف يو، ريت المسافه اللي في نص الجنبين ما تقلش عن 120 سم، عشان طبعا ممر الحركه يكون مناسب. طبعا المسافه بين الوحده السفليه والوحده العلويه 60 سم. لو انت عندك الدنيا ضيقه مفيش باب للمطبخ وهتكون مع بره والمطبخ بتاعك على حيطه واحده بس، يا ريت تخلي توزيع العناصر الاساسيه بتاعتك ثلاجه حوض بوتاجاز، طبعا يفصل ما بينهم وحدات التخزين، ده هيكون مريح اكتر ليك. لو تحط دلايه في سقف المطبخ، اقل مسافه للنزول على سطح تبريد الاكل بيكون 70 سم، عشان طبعا الاضاءه تكون مناسبه. توزيع السبوتس في سقف المطبخ بيكون بعد الوحدات العلويه بحوالي 10 سم، عشان يكون انتشار اضاءه السبوت على الوحدات السفليه. يا سلام بقى لو تعمل ليد في العلبه العلويه من تحت، هتكون رايقه وشكلها شيك. طبعا تسمع عن حاجه اسمها مثلث الحركه في المطبخ، بتكون علاقه البوتاجاز والحوض والثلاجه مع بعض، دي مهمه جدا تحقيقها في المطبخ، هتكون مريحه بالنسبه لك لو حققتها صح. انا كنت شرحتها بالتفاصيل في الفيديو ده، كمان شرحنا اشكال المطبخ لو كان على حيطه واحده او حرف ال او حرف يو او في جزيره في النص. انصحك ان انت تتفرج عليه، هيفيدك كتير، وبشرح كل حاجه بالتفاصيل في الفيديو. دلوقتي هسيب لك شويه صور وافكار لتصميم المطابخ، اتفرج عليهم، ولو عندك اي اسئله واستفسار اسالني في الكومنتات. لو لسه ما عملتش سبسكرايب اعمل سبسكرايب عشان تشوف كل جديد. انا احمد علي، انتيريور ديزاينر، وبعمل فيديوهات علشان افيدك. سلام.